السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة روتين جديد وفيديو جديد. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل يومياتنا، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو علشان تشوفي كل يومياتنا. تمام. النهارده بقى انا النهارده الجمعة، هنعمل ان شاء الله باذن الله محشي كرنب ومحشي مشكل. طبعا الكرنب الشتوي طالع، الكرنب الشتوي بيبقى جميل جدا واحلى من الكرنب الصيفي. تمام. انا جبت كرنبايه كده النهارده، وطبعا البيت بقى عايز يتروق فهيبقى روتين جامد قوي. تمام. انا جبت كرنبايه، وهنا ده الطماطم وده الفلفل الكوبي عشان انا هعمل فلفل وبدنجان، والبدنجان والكوسه اهو اهي، وده البصل ودي الخضره والبدنجان اهو. تمام. هنعمل بقى المحشي كده مع بعض واحده واحده. وطبعا انا بقى عندي الدنيا متدربكه في البيت عشان انا كنت بجيب شغل بتاعي انا يعني وبوزعه. المواعين عايزه تتغسل، بصوا المواعين عايزه تتغسل. يعني طبق الفراشه ده ايه، مخليلي الحوض شكله حلو كده، بيفتح نفسي على غسيل المواعين وهو محطوط الحطه دي. المواعين عايزه تتغسل، وهنا في غسيل برضو عايز يتحط ويتغسل. تمام. طبعا البيت بره الدنيا متدربكه. عسل ومليكه هنا هم معايا. هنا برضو عندي اوضه المعيشه كده زي ما انتم شايفين. السرير عايز يتروق عشان ده بيبقى اسر نايم عليه، واللعب والحاجات دي. واللزق ده بقى كانت هنا محطوطه الكنبه دي كانت محطوطه هنا، فاللزق مش متكمل الاخر، كان محطوط لحد حرف الكنبه. طبعا بصوا مليكه موسخه الحيطه ومبهدلاها. بصوا الحيطه عامله ازاي من مليكه. اصحابي بصوا، استنى، مليكه مبهدله الحيطه ومبهدله الدنيا. ففي رول بقى هجيبه 15 متر، لونه ذهبي بني كده حلو قوي. لما اجي اعمله وافك اللزق ده هعمله معاكم في فيديو كده، ان انا ايه غيرت اوضه المعيشه وايه وظبطتها، وهنقل بقى يعني الكنبه والسرير والكلام ده. كلموا اسر عايز يسلم عليكم. يا اصحابي، انا ومليكه احنا اللي هنلم اللعب ده. ماشي. فاحنا ونروق السرير والكنبه وانسحب ماما وبابا. ماشي، نساعد ماما كل يوم. تمام، حاضر. يلا بينا يا اصحابي. زي ما انتوا بقى عارفين، هنا انا عندي الصاله مش بيبقى فيها حاجه، بس انا فاتحه الشباك كده الدنيا تتهوى شويه. تمام. وبرده ايه، هنا اوضه النوم برده ما فيهاش حاجات كتير. الملايه اللي هي بتاعه الكفر المرتبه عايز بس يتحط عشان الدفايه بتتحرك واحنا نايمين. تمام. وهنا برده في كده ايه شويه كفرته والحاجات دي كده على الارض، مفيش اي حاجه في اوضه النوم تاني. هنروق بقى كل ده مع بعض مع المحشي، واستنونا بقى ايه وهنعمله مع بعض روتين حلو قوي تشجيعي في الشتاء. طبعا اسر ومليكه بيساعدوني وبيبهدلوا الدنيا برضو. صح؟ دي بتعملي ايه انت بتعملي ايه ده؟ انا هنقطعك. اول حاجه انا بقى بعملها بحط ميه على النار علشان اسلق الكرنب، وهوريكم برضو انا بسلقه ازاي وبعمله ازاي، طريقته حلوه قوي. انا ما اعرفش انتوا طلعتوا الكرسي ده ليه. انا اللي قاعد اوعى. على التليفون. لا انا بصور. روحوا بقى ايه شغلوا الكرتون وعيشوا هناك، قاعد عليه من صبحيه ربنا.
هنا، هاتوا هنا يبرد. هات اه حطوا في وشي هنا ليه يعني؟ اهو ما يبرد ابقى كلوه. اطلع بره، اطلع، خلينا خلاص لو ورايا عمل هيتلم. اطلعوا، روح هات لك كوبايه من على الكومودينو بتاعتك.
وطي صوتك عشان هصور. ها انا هنا حطيت اللهم صل على النبي البصل اهو كده على النار مع الزيت، وهقلب فيه علشان يبقى لونه ذهبي. تمام. وهنا ده شويه بصل انا طلعتهم علشان البانيه، اتبل بيهم البانيه. من البانيه حطيت عليه البصل والفلفل الاسمر والملح، وبحط عليه شويه طماطم. تمام. وبعد كده بقى بخلطهم كلهم في بعض كده، وبركنه بقى في التلاجة. وبعد ما البصل لما يتحمر بحط عليه الطماطم برضو، بركنه واحط سيبها على النار. بعد كده بقى ايه، بغسل المواعين علشان لما اشطف الكرنب. بصوا مليكه واقفه تحت رجلي. لما بص انا البصله يعني سهيت عنها شويه. تمام. هي ابتدت ايه تتحمر عشان احط عليها الطماطم. وهنا بقى بنسلق الكرنب خلاص، الميه بتاعت الكرنب غلت. تمام. بحضر هنا جنب صينيه تانية كده. والكرنب لما ايه بتتسلق، حطيت كده ورقه في الاول بشوف الميه تعملها ازاي. لما الكرنب بتتسلق بطلع كده ايه هنا، وبحط ورق غيره. ده الورق اللي هو بيتحط في القعر بتاع الحله. تمام. بسلقه كده. حاسه ان الميه قليله هحط ميه تاني. وهنا اهو البصل هي دي كده لونه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى الطماطم اللي هي المضروبه معانا. وبحط بقى البهارات بتاعتي، الملح، الفلفل الاسمر، الكمون، ومرقيه. انا حطيت هنا بقى بهاراتي والمرقه اهي زي ما انتم شايفين. بقلبها كده بقى كلها في بعضها، وبغطيه بقى واسيبها ايه تتسبك كده. ريحتها طبعا جميله جدا. بغطيها واسيبها تتسبك كده مع بعضها. وفي الاخر خالص بحط كده كيس صلصه علشان الطماطم برضو في السوق صفرة اليومين دول. بحط كده كيس علشان ايه يدي شكل ولون للاكل. وانا هنا زودت الميه بتاعه الكرنب، حسيت ان هي قليله زودت الميه. تمام. هبدا بقى ان انا ايه اقطع بقيه الكرنبايه كده. انا بقطع الكرنب ورقه ورقه كده اهو، وبسلقه بقى ايه ورقتين او ورقتين مع بعض. وبعد كده بطلعه وبشطفه في الميه علشان ما يتهراش فوق بعضه. يعني كل ورقتين ثلاثه كل ورقتين ثلاثه كده بشطفهم وبحطهم في صينيه تانية، علشان لو انت حطيتيه فوق بعض وهو سخن هيتهرى، علشان ما يتهراش. وتعرفي ان انت ايه تقطعيه يعني وتلفيه. انا هنا كده حطيت التسبيكه والكرنب. انتبه ايه ارجع بقى للمواعين واغسل المواعين، بحيث ان انا ايه لما اجي اشطف الكرنب يبقى الحوض نضيف. بص انا هنا بقى كده خلاص الحمد لله غسلت المواعين ونضفت الدنيا كده حواليا، وغسلت الفلفل والكوسه والباذنجان. وهنا محضره الخضره اهي. تمام. وهنا الجنب ده برضو الحمد لله نضف اهي. بصوا الدنيا كلها الحمد لله نظيفه. رتبت الدنيا حواليا عشان انا مش بعرف اقف اشتغل والدنيا متدربكه. هنا بقى الكرنب ده اللي هو الاخضر اللي بيتحط في الحله من تحت، انا بحطه في صينيه لوحده. وده الكرنب اللي هو اللي بيتحشى المسلوق. دي الصينيه اللي انا ايه دي اللي انا بطلع فيها، ودي اللي انا بشطف في الحوض وبحط فيها، وده اللي هو اللي انا قلت لكم عليه. تمام. هنا بقى لسه الكرنب برده بيتسلق. انا زي ما قلت لكم انا بسلق ورقه ورقه كده او ورقتين ورقتين علشان ما يتهراش معايا. تمام. دي مسلوقه اهي. تمام. بصوا وانا بقطعها بيتقطع ازاي، بس انا مش مشكله انا بظبطها وانا ايه بعملها. بقطع بقى من الكرنب كده واحده واحده عشان الدنيا ما تبقاش متدربكه حواليا، وبحط في الحله على طول. وهنا برضو انا حطيت غساله، الغساله تغسل هنا اهي. ونضفت برضو هنا الرخامه اللي ورايا دي كده بالدولاب هنا من فوق. انا بقى بسيب المطبخ شويه، مش هفضل واقفه في المطبخ طبعا طول النهار. بطلع بقى على الشقه بره اعمل شويه حاجه هنا وحاجه هنا. والله يوم المحشي ده بيبقى موضوع متعب جدا، وخصوصا لو باسم بيبقى عنده شغل. يعني باسم الله يبارك له بيساعدني ساعات،
بس لما بيبقى عنده شغل بيبقى جاي تعبان مش بيعمل معايا اي حاجه. دلوقتي بقى انا هدخل على اوضه النوم اروقها عقبال ما ايه اسلق الكرنب، يفضل رايحه جايه على الكرنب. وهنا اهو التسبيكه بتاعتنا بصوا قربت تتسبك، علشان بعد ما اخلص اوضه النوم واحاول اروق اوضه المعيشه عشان الدنيا متدربكه فيها، هطلع بقى ايه اقور الكوسه واقور البدنجان وانضف الفلفل ونغسل الخضره علشان نبدا بقى ايه نعمل المحشي مع بعض. انا هنا كده جيت في اوضه النوم بشيل كده الفرش خالص، لازم كل يوم اشيل الفرش وانضف السرير تمام وافرشه من اول وجديد، علشان ايه يعني بيبقى نظافه يعني وكده. بنضف بقى ايه حوالين على الكومودينو لو في اي حاجه كده بشيلها. ساسر ومليكه ياكلوا ويرموا الورق بتاع الكيكه. ده هنا الجنب ده انا حطيت فيه الهدوم الشتوي اللي طلعت. هشيل بقى هنا كده السرير خالص وانضفه واحط الملايه بتاعت اللي هو الكفر اللي انا عاملاه. انا عامله ملايه كفر مش كفر ووتر بروف زي بتاع المعيشه، ان شاء الله هجيب واحد ووتر بروف لاوضه النوم زي بتاع المعيشه. هفرش بقى الملايه علشان الدفايه تتزحلق من على المرتبه دي. بصوا هي الملايه البلاستيك اللي انا عاملاها بحطها كده زي كفر تمام، علشان انا في الشتاء بصوا مليكه انا في الشتاء مش بفرش طقم السرير، بفرش الكفر بتاع المرتبه وبحط عليه الدفايه بس. اهو بصوا كده الدفايه كلها اتفرشت، شكلها حلو قوي جميله جدا. هحط بقى المخدات واحط ايه المفارش اللي احنا بنستغطى بيها. انا هنا كده بقى الحمد لله خلاص روقت اوضه النوم، وبصوا الحمد لله الارض نظيفه بس هي بقى عايزه تتكنس. انا بعد ما بخلص البيت خالص بطلع المكنسه بالكهرباء كده وماشيه في البيت كله. ده غسيل انا لميته من المنشر عشان هنشر الغسيل التاني هقعد بعمله بالليل وانا قاعده. هنا عندي الصالون ما فيهوش اي حاجه خالص، هي السجاده لسه انا ما حطيتهاش تمام. الصالون ما بيبقاش فيه اي حاجه. قلت لكم كده انا بلف لفه في البيت وارجع على المطبخ تاني. الكرنب اهو بيتسلق في حله بقى هنا تانية انا بملاها وحاطه فيها ملح، بعمل ميه بملح علشان اهور البدنجان والكوسه والفلفل واحطهم فيها تمام. وهنا معانا التسبيكه خلصت اهي، بس ريحتها حلوه قوي بيبقى عليه الزيت. ده انا بحب ايه الزيت يبقى ياما في المحشي تمام كده. خلاص الحمد لله التسبيكه خلاص، وهنقور الفلفل والبدنجان والكوسه. انا جايبه نص من كل حاجه مع الكرنب طبعا تمام. وهنا الكرنبايه خلاص مفضلش غير الكام ورقه دول كده بس هيتحطوا كلهم خلاص في اخر مره. يبقى كده احنا خلصنا الكرنب كده بقى، خلصت الكرنب وفاضل بقى ان انا ايه اغسل الرز واحطه في الصينيه دي وبحط عليه الخلطه وابدا بقى ايه ان انا اشتغل. طبعا انا بطلع شويه على جنب بعملهم حامين عشان انا بحب الاكل حامي، وبخلي بقيه الاكل بارد عشان اسر ومليكه وباسم ما لهمش تقول على الحامي. يعني اسر ومليكه طبعا مش بياكلوا الحامي، وممكن اسر شويه بس باسم ملوش تقول على الحامي. انا هنا بقى كده حبايب قلبي الحمد لله غسلت الرز اهو وقطعت الخضره وحطيتها عليه، فاضل له بس التسبيكه تتحط عليه تمام. وهنا الكرنب خلاص كده كله معايا اتسلق، فاضل ان هو بس يتقطع. وهنا البدنجان والفلفل والكوسه اتقوروا ومحطوطين في الميه بملح عبال ما اقطع الكرنب. هنا طبعا البوتاجاز لسه برضو عايز يتمسح، بس بعد ما الاكل بيخلص وانا بغسل المواعين بتاعه الغدا بمسحه. انا بقى ايه هطلع برضو اكمل بره اوضه المعيشه. انا خلصت اوضه النوم وبره الصالون مفيهوش حاجه كده كده والرساله. هو المشكله عندي بتبقى في المطبخ وفي اوضه النوم والمعيشه مطرح يعني ما بنقعد وكده. انا سايبه المطبخ الحمد لله وزي الفل كل حاجه جاهزه. بس والله العظيم اللي مليكه بتعمله فيا ده حرام يعني حرام ولا حلال ان هي تفضي الباسكت كده. بصوا باسكت الغسيل عماله تطلع منه الغسيل، بصوا المواعين والحلل، بصوا الحاجه بالله عليكم يعني ده منظر يرضي ربنا ده. بصوا البيت، بصوا منظر الارض. انا هنا بقى كده شلت الحاجه من على السرير كلها علشان برضو السرير هنا بيبقى مطرح القعده بتاعت المعيشه وكده، بيبقى عايز يتروق ترويقه حلوه يعني، والمرتبه تتظبط والكفر اللي عليها ده يتظبط. ده الكفر اللي هو البصوا القطن، الوش القطن والظهر ووتر بلوف علشان بيمنع تسرب الميه يعني وكده اهو. ده الظهر ده انا جايباه في اوضه المعيشه، بس ان شاء الله لسه هجيب ايه كمان واحد في اوضه النوم. بصوا مليكه عامله ايه، بصوا مليكه جايبه الصينيه فين يعني. بصوا الكروانه بتاعت الغسيل، بصوا الطاسه اعمل فيها ايه انا بقى دي، انا اعمل فيها ايه بس قولوا لي كده. هروق بقى اوضه المعيشه
وادخل بقى اكمل ايه بقيه الكرنب، علشان كده الوقت اتاخر، وايه يا دوبك بس نحشي ونخلص علشان ميعاد الغدا قرب يجي. هنا بقى كده الحمد لله انا خلصت اوضه المعيشه، بس انا مش عارفه اجيب مليكه عشان هي قاعده ايه كده قاعده مش ظريفه. تعالي كده اهو. انا كده خلصت السرير كله الحمد لله وفرشته، وهنا غيرت باسكت الزباله. والله انا تعبت، كل ما اقعد الحاجه توقع. اهو كده الاوضه كلها تمام، والكنبه هنا معلقاش اي حاجه. كده انا خلصت خلاص ترويق الشقه كله الحمد لله، اللهم بارك يعني. بكره بقى ان شاء الله باذن الله هعمل موضوع الحيطه اللي قلت عليه ده، هعمله فيديو جديد. هشيل كل الورق البامبي ده، انا كنت حاطاه ساعه سبوع مليكه، كان مدي منظر جميل جدا يوم السبوع، بس بقى هشيله علشان المنظر ده مش عاجبني، ومنظر الحيطه دي تمام. ندخل بقى على المطبخ. ايه اشيله؟ اشيله ولا لا؟ ها. هنا كده بقى ان شاء الله هنبدا ان احنا نقطع الكرنب. تمام. انا بعمله بطريقه سهله جدا. في ناس بتقطع الكرنب قبل ما تسلقه. تمام. بصوا بقى، بنمسك الكرنب بالطريقه دي كده اهو، ونقص دي كده تمام، ونتني دي على دي كده، ونقصها كده بالمقص او بالسكينه يعني زي ما تحبي. بصوا بتبقى عامله ازاي اهو، شايفين بتبقى عامله ازاي كده؟ بقى ايه، بتقطعي كده وبيبقى جاهز على طول على الحشو اهو. بصي برصه كده كده اهو، بتقطعيه كده تبقى جاهزه على الحشو على طول. تبقى الورقه بصوا رفيعه وجميله وحجمها مناسب. تمام. هوريكم كمان واحده اهي. الورقه كده معانا بنتنيها من فوق كده، وبتقص دي كده. في ناس اللي ده مع ورق الكرنب بتعمله مخلل، بيبقى حلو جدا، مخلل الكرنب حلو قوي اهو. بتمسكيها بقى ايه على حسب طولها وحجم الورقه اللي انت عايزاها اهو. بعد كده بتفتحيها وتقطعي على قد برضو الحجم اللي انت عايزاه، وترصي في صينيه تانية اهو. الطريقه دي سهله جدا جدا، وماما ربنا يخليها لي يا رب هي اللي علمتها لي. طبعا انا ايه بعمل بالراحه علشان اوريكم، بس هي بتتعمل بسرعه جدا وما بتاخدش اي حاجه اهو. بصوا هتلاقي الورقه ما تتقطعش معاكي وتطلع سليمه ويطلع حجمها حلو، وكمان هيترصوا رص حلو بحيث ان هما تاخدي كده تشتغلي على طول، ما تضيعيش وقت في ان انت ايه يبقى تفكيه من بعضه يعني كده. لما تلاقي ورقه صغيره زي دي انت تقسميها كده بايدك وتفتحيها كده اهي، بتبقى ورقه اهو. هتلاقيهم ايه، انت بقى ايه، انت يعني تفصليه كده بمعرفتك. بصوا انا بعمله بسرعه، مش بياخد في ايدي اي حاجه خالص خالص. بصوا لما بقى بسرع كده مش بياخد في ايدي حاجه. طبعا ورقه زي دي كده مقطوعه لا ما تترميش، تقصيها عادي خالص وتتنيها وتقصيها، ولما تفتحيها شوفي ايه اللي سليم منها وايه اللي مش سليم ترميه اهو. بتطلع برضو الورقه المقطوعه، بتطلع. طبعا لو ورقه زي دي كده معانا مقطوعه بتحطي عليها ورقه تانية اهو. بصوا المقطوعه طلعت برضو ايه حاجات زي دي كده، بتتندي عليها كده وتداوي الفتحات دي. تمام. هخلص بقى انا كده الكرنب كله بالطريقه دي. هي سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. هتاخدي ايدك عليها وهتاخد ايدك عليها بسرعه اهو. تقطعي كده بقى ايه وترصي على طول، مفيهاش اي حاجه خالص اهي. ما تجربش الطريقه دي هترتاحي فيها جدا. في ناس ما بتحبش ان هي تعمل الكرنب علشان السلق والتقطيع بتاعه، لا الطريقه دي سهله قوي اهو. يعني وانا معاكم في اقل من دقيقه بصوا طلعت كميه ورق قد ايه، سهله جدا. هقطع بقى الكرنبايه كلها بالطريقه دي كده، واجي بقى ساعه الحشو اوريكم برده انا بحشي ازاي علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. هنا كده بقى قطعت الكرنب اهو خلاص. بصوا زي ما انا وريتكم الطريقه سهله جدا. تمام. هنبدا بقى كده ايه اصفي انضف الباذنجان والفلفل. عايزه صينيه ولا حاجه اهو.
هنضفهم كده كويس، ولو فيهم اي حاجه انزلها. تمام، وارصهم في الصينيه دي، وهنبدا بقى ان شاء الله نحط التسبيكه على الرز ونبدا في الحشو. برضو اهم حاجه في الموضوع ان انا طالعه من المطبخ وسايباه زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وطلعت الغسيل اللي هيتغسل من الكروانه في الكروانه واللي هيتنشر قصدي سوري. ومخليه المطبخ كله زي الفل، مش سايبه اي مواعين ورايا، بحيث ان انا بعد الغدا ما يبقاش فيه غير الاطباق اللي احنا اتغدينا فيها بس. ولا حلل ولا اي حاجه، كل حاجه هي جاهزه. هنبدا بقى الحشو على طول، يلا. سويت الفلفل والبدنجان والكوسه، ريحتهم بقى حلوه قوي. علشان ايه؟ قلت لما العيال تحب تاكل ولا حاجه يبقى في اكل خالص، عقبال ما عملت الكرنب. وده هنا كده الكرنب اهو لما خلص. ماشي، بس انا لسه ما سويتهوش. بعمل ايه انا بقى؟ دي ميه وفيها صلصه اهو، بس عشان الفلاش بتاع الموبايل وقف. دي ميه فيها صلصه، بحط عليها فلفل اسمر ومرقه وشويه ملح، وبسقي بيها بقى ايه كده المحشي. هنا بقى بعد ما حطيت عليها البهارات بتاعتها، تمام، هنسمي كده الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفينها كده بقى، وافضل اعملها كده علشان الميه كلها تدخل في الورق كله. وبعد كده بقى بزودها. انا كده زودتها الميه خلاص اهو، وبغطيها بقى. تمام، اول ما الميه بتبدا تتشرب منه بوطي عليه وعشان يستوي بقى على مهله. هخلص بقى الاكل واغرف واحمر البانيه واوريكم بقى ايه سفرتنا في الاخر عامله ازاي، بعد بقى تعب وهدد حيل. اهم حاجه انا عندي ان المطبخ زي ما قلت لكم زي الفل. دي الصواني اللي انا كنت بعمل فيها الحاجات دي كلها، انا بغسلها اهو وانا بعمل الغدا، وانا بغسل مواعين الغدا، مفيش اي حاجه. اهم حاجه في المحشي ان انت تنضفي المطبخ بعد منه، عشان وانت شغاله قصدي تنضفي المطبخ علشان ما تزهقيش منه. بصوا مفيش اي حاجه، كل حاجه زي الفل، وهما حلتين الاكل بس كده اللي على البوتاجاز، ومفيش اي حاجه تانية في المطبخ. هنخلص بقى المحشي الكرنب ونغرف ونوريكم بقى ايه الشكل النهائي في الاخر.